وحش غير الليله دي. حموده، واد يا حموده. نعم يا خالتي. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا استنى حموده، فوتني الاول. خالتي. مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا اختي ام العروسه يا اختي. يا سلام عليك يا صفيه، يعني هي الاوضه يا اختي ما كانتش تنفع قرايه الفاتحه؟ يا لهوي اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم راي وخلاص يا صفيه؟ هو تحكيم راي. هنقرا الفاتحه في بيت العروسه، يعني في بيت العروسه. قومي بقى يلا حموده، يلا برنس، خشي بقى قوموا الحاجه. يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبه. على مهلك. انت عملت حاجه يا ولد؟ اوعى كده انت وهو. دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم عدنومها. لا تكون شايفه عرسه ولا حاجه. لا ما فيش عرس يا اختي، ما فيش، اطمني، ده فراخ تاكل العرس نفسها. خدوا بالكم بقى، قال يعني الفاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاجه بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليك من الداهيه يا اختي اوزن ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب، ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن محموده اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي يا واد الناحيه الثانيه. اوعي كده انت شاكرين يا وهي. حموده. اوعي. ايه ده كله ده؟ اوعي يا بنت انت وهي يا عيال الحجاز. اوعي كده انت وهو. يا ساتر. على مهلك يا اختي. لا ايه ده؟ خطوه عزيزه يا حبيبتي. على مهلك. اقعدي يا خالتي. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن فتح لك. هتشطبيها لحماتك يا بنتك. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه اهو ليله. خدي يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي يا صاحبي اكتمي يا وليه، الراجل عيان وراقد الفضايح دي. ايه يا وليه، ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ الناس تاكل وشها يا خالة حبيبتي. قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد، ايده تتلف في حرير. طبعا، ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا. وطي ايه بس، باش فضايح يا سعديه يعني. يحيى ابوها وشنبو، يحيى ابوها وشنبو اللي ما حدش غلبه. ادعيله يا بنت ادعيله، نظمت يد قفيله. قومي يا بنت الرقص، يلا ترقصي، خلي الحاجه ترخص. قومي يلي عالترعه حاولت عالبارح، يلي عالترعه حاولت عالبارح. ايدي بتوجعني، ايدي بتوجعني، ايدي بتوجعني من سقف امبارح. تعال من هنا احسن يا استاذ تمام. تعال والله البيت هينور النهارده، هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله رمينا ومفيش فايده، الماسوره لازم تتصلح. تتصلح؟ عشم ابليس في الجنه، ماسوره ايه اللي تتصلح؟ هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله، على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام، اول مره تخش بيتنا. ادينا دخلناها في الافراح يا بنتي اهو، ربنا يديمها. يا رب. انتوا نزلتوا ستكم مع عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها، قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفاتحه. معلش يا حاجه، وجودك برضه مهم عشان تملي اليوم كله بركه. النبي يا اخويا دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ الله. يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. دلوقتي بس راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يلا، يا ولاد، على يلا مهلك. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاج اراجع يا ام صباح، مش محتاج اراجع. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك راكب من اولها اهو. يا اختي ما يقصدش ما يقصدش. مناف السعد يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص، ما تزعليش، حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرتو. مش اي قطن. سكرتوا يا ام، سكرتوا ايه؟ سكرتوا ان شاء الله. ها قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش كده؟ حاضر يا اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعيطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري، بس هو انا مش مكان المرحوم ولا ايه؟ يا خرابي، ده انت لولا كانت الحاره خربت. خلاص يلا بقى بالبركه يا جماعه. نقرا فتحة عبد الله ابن نفيسة على صباح بنت صفية. بس اعذرونا انا يا استاذ تمام. الله ندعي لهم كمان ان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هتدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقول لك ايه يا يوسف، خليني اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك يا ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلم. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. طبنجه وكده. ما تقلقش. امان. امان. سلام سلام. صفاء 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 صفاء. ايه يا دي؟ صفاء فين يا أم؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا اما؟ بايته عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. انام؟ هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه يا خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمه. هو في حاجه؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت من اهل. بتقول لي نامت. ما هو مش معقوله يا خالتي 24 ساعه بيراقبني، بجد بقت حاجه تخنق. خايف عليكي يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيله صغيره اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى؟ خليني اكلمها. مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب. لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه احسن يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد، بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي. خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك.
تعطي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر ادى. الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحية قلت لك 100 مرة ما تديلوش المفاتيح يفتح اللكزخانة لوحده. يا راجل ما انا دخلت سألتك وقلت لي اديها له. حلو ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوة سادة. على فكرة يا عطية انت ما تبطأش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوة. يا ناحية 100 مرة قلت لك أنا مش عايز يروح يفتح لكزخانة ولا يخش الحارة دي من أصله. ليه يا اخويا؟ يكونش نخة ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانية واحدة. ما بيردش. السلام عليكم، صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مره قلت لك ما تنزلش زفت الاجزخانه دي الا وانا معاك يا بابا. يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى؟ انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ اقفل دلوقتي وادي المفتاح لغبي. ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معاه المفتاح الاحتياطي. يلا يا اخويا. الدقي زحمة قوي دلوقتي. امبارح قريب ده رد عليه. ايوه. لا معلش اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. 5 دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي يا مسهل. يعني يا وسط يا ظهر. القهوة. تسلمي لي. قهوة ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مرة ما بشربهاش في فناجين، أنا بشرب القهوة في كوباية، إيه؟ في إيه يا عطية؟ نهار أسود عليا النهاردة، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا. إيه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من إيديك الحلوة خلاص. ما مش كده يا عطية، من الصبح يا أخويا زعيق، كان يوم أسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدلية. ما أنا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصله ولا يشتغل في الصيدلية، وقلت الكلام ده 100 مرة لما قلبي اتنقل. خلاص يا أخويا، أنت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغالة جاية بكرة. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة ب1000 جنيه علشان 3 تنفار في البيت؟ أيوه، قول بقى كده، قول إنك جايب خدامة ليك أنت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا وتاجر اصلا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل، قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش الكوافير. قول. لا بقى ده كلام. ضوافرك ده احنا خدامين ضوافرك، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافرك. بقى ده كلام. بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايباها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟
ناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا، هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. خد يا بلال. ما تخلي يا ريس. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربيه وادفع ايجارها. هيحصل يا ريس. السلام عليكم. السلام. الواد بلال ده راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا وليه، انت هتفضلي نايمه للعصر. اوه، ما انا قايمه من النجمه عشان افطر العيال. سيبنا ننام شويه بقى. خليكي نايمه. خد يا منى، جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفته وشويه سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شويه يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحه على بطننا. انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، انت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي؟ ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي اطلع البلكونه وابص على منظر عادل. انت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحاره يا منى، واي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحاره بتبيع. اهدي شويه يا منى، اهدي يا بنتي. اي فلوس بعملها ما هي ليكي ولاخواتك. انا خايفه عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى اجيب الكباب هموت من الجوع. حاضر. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوه ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دقيقه واحده بس. ايه الوليه الجبله دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه، لازم تخلصي الدرس كله. طبعا في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا اقدس وانت تحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البنت الاول. وليه عبد الله هتجنني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين. لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. يا سعديه، بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها يا رب. خايفه ما سترش البيت. يا لهوي، ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده؟ ده هي دي نجدتي، ربنا بس يشفيه عم منصور يا رب. بقول لك ايه، ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنوبنا سوا. صعب انا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصاصي بلاش طمع، انت حابه وانا حابه. لذلك يصل الحجيج إلى جبل عرفات، وهناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب لا فرد الشبشب السوداء كانت هنا راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده اما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب من صورتي بعد 2 كيلو من هنا، اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك صورة الحج.
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت يا واد هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. اهي فين الشبشب اهي. بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر ياما. النهارده يا واد. حاضر ياما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غاره تغوره. بطل دوشه يالا، بطل دوشه. الو، بقول لك ايه، ابعت لي عربيه. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي، هيبقى هنا على 5 ونص. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها، ما تلغيش في فلوس قدام الزبون. يلا مع السلامه. ازيك سناء؟ نحمده يا اخويا. فت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. ادعيله يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعيله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه يا سناء؟ ها؟ لا يا اخويا مستغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل، بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج، مستوي يا اختي. انسي ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحاره يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب، معلش. هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان، بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اختي انا ما بفكرش في حاجه، ولا دخل عده وقف المحل، مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي، يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فتحي. في يا سناء مالك راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى، ويلا يا عيال عشان تاكلوا. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. انت لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صاحبي وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش، قوموا يلا غوروا من وشي. قوم. هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. يقويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي ياما. إلهي ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك، واشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح اختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي ان ربنا يهديها. يو، ما اختك كويسه والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جماعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش وولاد الحرام. وخلي بالك ما يبوظش البت غير البت اللي زيها. اصحابها كلهم بيجوا لها لحد هنا وعارفينهم وكويسين وولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيتي تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو عوزت حاجه انا بره وانده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جنحه ان يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير حسن النيه.
الحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه. يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة، الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله. ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا ايه يا ولاد الكلب؟ نمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطه. ايه انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا كمل كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. كمل كلامي حلو. سمعت حاجه من كلامي؟ يلا خدي بنتك وروحوا ناموا. يلا بنت عيشه. يا اخويا معلش، انت عارفه انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا يا اختي، الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو، كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله، الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج، انا قاعد معاك شويه. بجد يا شوقي؟ ولا يا شوقي، انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعيدهولك مره تانيه وافهمهولك بطريقه مختلفه؟ فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوقي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني، اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول. لا يا حاج، يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا 2 لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني سعوا ودوروا. سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل في بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت، انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. ادور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره. سم بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي. من بكره الصبح؟ ما انت كل مره بتقول لي من بكره الصبح ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه، هو انت ما هتشتغل هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح جيل مهبب جد كل بلد. لم ياض السجاجيد ورجع الصلاه زي ما كان. يلا حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحه. روح يا منى، ده اخواتك يا حبيبتي، الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحه يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح اناديهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد اطلع عمل الاكل. هو ده الشغل يا بنت، ضربه واحده ونخلص. طب خد الواد بلال معانا. ما ينفعش. فين الشنطه؟ اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله عنه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده اوانطه صوت بس اهو يخوف. هات الشنطه. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه يا حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم القسم تنزلوني مأمورية وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه يا ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. اهدى بقى يا صلاح كده يجرى لك حاجه. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف اللي هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. انا عايز اكلم البيت، عايز اكلم امي. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعال اشرب العصير. عصير ايه يا عم؟ انا ماليش نفس الحاجه خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابه. فتحت؟ لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ تمام. إيه الأخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة. كلنا لها. أبوها برضه معلش. أمها جوه قبلنا. ايوه يا استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها أنت يا أستاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. افتحي يا منى. افتحي يا بنتي، أنا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده أنا أول مرة أخبط على بابكم. افتحي، أنا هتكلم معاكي 5 دقايق وأمشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، أنا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. ايوه يا اخويا. قتلوا يا استاذ تمام. الحكومه قتلت جوزي. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. ساكت ليه يا استاذ تمام؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ أقول لك تعملي إيه؟ وحدي الله في قلبك. واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات وفي كل اذان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر، جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا منى، امال مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي منى عليا. هاتلي ههدى، اسكت، مش هتكلم، هكتم خالص. اسمعيني كويس يا منى يا بنتي.
قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي. البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية هيكون مثواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل. شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. والحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيطلعها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. لا انت كده بتفكري غلط يا منى. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حقه. ها يا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه ضبط واحضار لإلقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجو المبلغ عنها حضرتك يا فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عرف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو مع مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي. بس تقارير المراقبه بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم، انا كنت ضمن القوه حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بامر حضرتك الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. ايه يا عم ثابت؟ فين الاغاني اللي هارينا بيها طول النهار؟ عمك منصور بيودع، ما اقدرش اعلي التسجيل تبقى عيبه. هو تعبان قوي كده؟ اخر ايامه وادعي له بالتعديل. ليه بس كده؟ قول ربنا يشفيه. بيقول لك بيودع، لا اله الا الله محمد رسول الله. اجيب لك البوكس. ايه كده يبقى 5. ماشي. هذا حماده. حماده تعال يا حمار. اول تعمل دي تقابلها وبعدين تعمل الثانيه. حاضر يا اسطى. هتقضي الجمعه كلها في الباب ده ولا ايه؟ لا يا اسطى على طول والله خلصوا يا اسطى. على طول هتخلصوا ايه؟ خلصوا يا اسطى. يلا. حاضر يا اسطى. من هناك. صباح الخير يا استاذ علي. صباح الفل يا ابله ليلى. الحاج عامل ايه؟ والله تعبان يا ابله وتعبنا معاه. معلش يا اسطى، شد حيلك ربنا معاك. نعمل اللي علينا. ان شاء الله ربنا يشفيك. يسمع من بوقك ربنا. طب قولي يا ابله ما تنزلش تشربي حاجه. تشكر يا اسطى. سلام عليكم. الف سلامه. مصر غالي عليا يا امي مش عايزين اشكيلك همي. مصر غالي عليا يا امي مش عايزين اشكيلك همي. مصر غالي عليا يا امي مش
عايزين نشكيلك هم. مصر غالية عليا يا امي مش عايزين نشكيلك هم. الحقي ده في مظاهرات في الكليه. واحنا من؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلبه عندي. حاضر يا دكتور. صباح الانوار. صباح الفل يا ابو كريم. ازيك يا جابر؟ عامل نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا قوم يالا، بقالك ساعه لازق في الكيبورد. روح يا ابو كريم اقعد يا حبيبي. قشطه. معلش يا اخويا بس اصلك يعني في حد كده باعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش يا حبيبي عيش براحتك. بقول لك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على الرسائل منين؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجه يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطه يا عم، اول ما يجي عيل من العيال اللي بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وانا لسه هستنى العيل؟ انا اروح جري اجيب من المدرس الانجليزي بتاع الواد عادل اخويا وهو يخلص لي كل حاجه. سلام. سلام. جابر. معلش يا اخويا اصل كنت عايزك في خدمه كده. عمر يا كريم. كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت، كونهولي يعني وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحسبه كده واقول لك اعمل كام. اصلي. سلام يا فريند. بقى لسه في طلبه بتعمل مظاهرات. اهو اي تفريغ للكبت اللي جواهم. وهي المظاهرات تفريغ يا ليلى؟ دي حقوق انسان ولازم نطالب بيها في اي وقت وباي شكل. حقوق مين يا فاتن؟ احنا قعدنا 10 سنين في الجامعه نعمل مظاهرات، ايه اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا من جوه. بقينا نعرف نلعب استيميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا. اهم حاجه بقينا بنشرب قهوه وساده. صحيح يا ليلى، السؤال ده محيرني بقاله سنين. ليه ايام الجامعه كنا بنشرب قهوه وساده؟ كنت شايفه نفسي مفكره وفيلسوفه، ومش معقوله بقى بنت زي مفكره وتشرب قهوه سكر زياده. كنت مرغمه عليها. مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل. لا دخلتها برجليا ولا كان لي يمين، وبكره هخرج منها شايليني شيل عجبي. ايه يا جماعه احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ ما احنا قاعدين نضحك الصبح. افتكرت ايام الجامعه، كانت ايام حلوه ومحدش فاهم حاجه ولا حد دريان بالعمر اللي بيجري. يا ضيف صح يا فيها خيال ما تقول له ما الاستاذ طالع، شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك استاذ طالع.
مش عارف بس ايه اللي خلص الصلاه بدري كده. نمشي ولا نعمل ايه؟ يا استنى، هات شيلها هنا شيلها هنا. هنا؟ طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا هيشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد استر يا رب، استر يا رب. اطلع على السطح حالا، اطلع بسرعه. اول ما يخش الشقه انزل وانا هحصلك. خد دي معاك. عاوزها تخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا كوافر ايه وزفت ايه؟ يا لهوي. استر يا رب، استر يا رب. سلم يا رب، سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج، بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر يا حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول لك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بجنيه عيش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال العشاء فين؟ نزلت يا اخويا عند نعمه تتفرج على التمثيليه. نعجة الفوس كنت الجوز يا بعدة. انا يا ولية انت مش قايل لك بدل المره 1000 مفيش نزول بعد العشاء؟ يا اخويا ما انا قلت لها تروح تفك عن نفسها شويه، البيت ما بيشوفش الحاره. وهتشوف ايه في الحاره غير القرف والطين وقله الدين؟ يعني يا اخويا لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمان. ما اللي عايز يشوفها يجي لها. اهلا وسهلا، البيت مفتوح. يلا يا اختي يلا خش غيري هدومك وروح انتهي لها. حاضر. طبعا مش عاجبك الكلام. لا يا اخويا عاجبني وانا في ايدي اعمله يعني. حاضر. عايزين تعيشوا في ميغه وسبهلله جت كلبله. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه في مشاكل في التنفيذ؟ مضايقنا عليا وقرفني قوي. عشان انت نضيف. امال احنا في فين؟ دخلناه ليه؟ هو تعبان ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوكي عبيط عاوزني اخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلموش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل يسمع من بقك ربنا. بنتي عايشه. ايوه ياما جايه اهو. بنتي عايشه ما تيجي يا زينب. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينب، ما تيجي يا وليه؟ معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بنتي عايشه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بنتي عيشه من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقولي لي، فاهمه ولا لا؟ ما انا قلت لماما. كلامي واضح يا عيشه، من غير ما تقولي لي، واديني هقولها لك تاني اهو، مفيش خروج من باب الشقه من هنا ورايح. صاحبتك عايزه تشوفك تجي لك هنا اهلا وسهلا. كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. احضر لك الخير يا اختي. يلا خش جوه. وانت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده، هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي، لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجاز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. حضر لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطفح، ده انتوا تسدوا النفس جت كلبله. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. يا وليه هم شويه، انت هتكعتي ولا ايه؟ فاشر يا اختي، بس هو المشوار اللي يهد الحيل. انت اللي قلتي لها جيت معاكي، بس انت عرفتي منين يا قروبه انت الراجل ده عنده تخفيضات؟ عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجه. سمعنا. يا لهوي بصوا الواد بيكنس القطن زي احنا في عرض ندفه. كان جنب سوق العيش. قرص. ما تبقيش تقولي للبت صفيه على تمن الصين لحسن تقفش. يا وليه شيلي عينك من على القط. دي قطن زي الفل يا اختي. الله يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قدر ربنا. ربنا يقومهولك بالسلامه يا رب. ايه الاخبار يا ست ساميه؟ اكل حاجه النهارده؟ ولا شرب ميه. بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. ايه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح انا للعيال وبعدين ابقى اجيلك، لو عوزت حاجه ابقى اندهلي. ها؟ بقول لك ايه يا سعيد، في حاجة بينك وبين سناء
لا يابا ابدا. المهم يابا انت عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان ليك انت واختك سناء ومراتي ساميه وابنها بما يرضي الله. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يابا؟ هو في حد هياخد حاجه معاه؟ اسمع الكلام، انا مش هكتب حاجه لحد، وكل حاجه تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله. طمن، كل حي هياخد حقه، بس انت ان شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، اجيب لك شويه شوربه ولا اجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشه وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لاختك سناء ال20 جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليين، وهي عندك اسألها. ربنا يكرمك يا ابني. أستاذ سيد، عم سيد، عم سيد. ايوه يا ابني، سمعنا. هات انزل. مالي ساعة بنادي. ايه ده؟ مال وشه محروق كده ليه؟ الفرن هب مننا شوية، كان هيحرق الدنيا. البق بتاع كل يوم. لا حول ولا قوة الا بالله. امسك الواد الحمار لسع الشغل تاني اهو. ما توديش عنده تاني يابا، الافران كتير. وانت راجل قوي، هتشيل الشغل وتوديه الفرن. اخفى هات لي الكرتونه. ارحمنا بقى يابا، عيشتنا كلها بقت زيت. قول لي اقعد ارتاح يابا، ولك عليا من بكره هقعد. اسطوانة كل يوم بقى. انا قاعد بقول اسطوانات يا صايع عرة خلق الله. مش عايزك تعمل لي ايات وحاجه. يلا روح شوف لك سيجاره اصطبح بيها. منين يا حسره؟ دي بقت مقشفره. وهتفضل مقشفره طول ما انت ملطع كده على النواصي اصايع. هو في ايه يا سيد؟ هيكون في ايه؟ ابنك ابو لسان طويل ماله؟ مش عاجباه شغلانه البريك. معلش يا شايليني خليني اطلع على السوق. لا عيل نافع ولا بنت نافعه. وانا عملت ايه بس يابا؟ عملت ايه؟ الجلابيه وسخه من امبارح، عمال اقول لك اغسليها لي، اخرج بيها السوق كده مقرعه. يو والله نسيت، معلش يابا حقك عليا. انت يا بنت واخده تاتوره ولا واخده تاتوره؟ بدات يا اختي تغسلي هدومك. بقول لك نسيت يا اما، هو انا كفرت؟ طب يلا روحي يا اختي ولعي الوابور، عايزين نعمل الفرخه. يلا بالسلامه يا اخويا، انت خلي بالك. يا فتاح عليم يا رزاق كريم. السلام عليكم. السلام يا اخويا. دخلت ليه يا كريم؟ معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ ولا من الارض سالك؟ لا اله الا الله. كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه، تاكل يلا؟ لا يابا ربنا يخليك، سبقتك وكلت كشري. ما هنش عليك تجيب واحد كشري لابوك، كان موسخ صحيح. امسك يا عم مبارك. لا اصيل يلا. ماشي. طب ما فيش واحد حلو؟ رز بلبن مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك يلا. ده تليفونك انت يابا. صحيح. اعمل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير لي النغمه. لو اشتري يا ابو ساتر. الو. ايوه. يا معلم. لا تحت امرك طبعا. حاضر، عينيا نص ساعه اكون هناك. يا عم الاجره وصلت خلاص يا عمنا. ماشي. سلام يا اخويا، الف سلامه. ولا خد ده تستنى وديهم لوسطى جابر، بيقول لك مصر هتلعب بكره وهيبقى عنده زحمه. الله، ما نوديهم له بكره. اما انت حمار صحيح. يا دي وديهم له النهارده عشان تقفش ايجار ليلتين. هتفهم امتى بقى؟ حاضر يابا. وسخ صحيح. بقول لك ايه يا عم نبيل، ما تشوف لنا اي حاجه يا عم الحاج، الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه، بس انت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي. ليه بس؟ يعني لما لاغيك على نقله ردم براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي على اساس ان هي عربيه ابوك. ها ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده يالا؟ ده عود ايه على البيت؟ يا سلام بقى لو شويه ميه يدلدقوا. يا مزاج. ايه ده يالا؟ دي صباح هلا. سلم عليها. سلم عليها. سلم عليها. ماشي حبيبتي.
ايه يا بنت يا صباح؟ ايه يا عبد الله في ايه؟ ايه اللي عامله في نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقالها ياما. مالكش تولع الميه. بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. ماليش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوته. الله. وش امي صاحيه؟ انت عايزه ايه؟ وحشتني يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ هتسألي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح قول لابوك انك انت بوستين. تفتكري هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ هو الحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي امشي مين؟ في ايه؟ مفيش ياما ده كلب هش. خشي نامي. ما تنامي انت كمان، كفاياك شاي. خمده انت مالكيش دعوه. يوه اقرفينا انت كمان. السلام عليكم. ولا شوقي تعالى هنا يا. ايوه يا حاج. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في شعرك يا عديم الشعور يا ميس؟ ايه ولا الحاله دي يا ولا؟ الحلاق الحمار، اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل. خلاص يا حاج لو مش عاجباك هلبس طاقيه داريها. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه ولا القصه اللي عاملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني. فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا مالكم بتزعقوا ليه بس؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ اما تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا ولا روح قول له رجعني راجل. يلا جاتك البلا. ايه بس يا اخويا اهدى شويه، ما كل العيال كده تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي اتربينا عليه يا زينب طول عمرنا، ان الراجل لازم يفضل راجل شكلا ومضمونا. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي وايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم وهو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلل جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهزش طوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عذره فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنه ولا صنعه ولا حتى تعليم. اهي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشه ولا علمته بجد. زينب قومي اعملي لي كوبايه شاي ولا دماغي اتقلبت. حاضر يا اخويا بس انت اهدى شويه. يا عباد الله وحدوا الله. حاج منصور ولا سعيد منصور السلكري توفى الى رحمه الله، والخارجه بكره بعد صلاه الظهر شارع سماح. باسم الصليب، هو مال الموت بيحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل كراسي علشان تودي لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. حاج منصور ولا سعيد منصور السلكري توفى الى رحمه الله. منصور ابو سعيد فلوس الجمعيه، فلوس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي، فلوس الجمعيه. يا بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفيه ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي عشان ما ترميش عليك الناس.
هات حبايه. تفرش بكره حاره ولا نص حاره؟ لا حاجه على الضيق كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا بوفيه ولا يحزنون، هو موت وخراب ديار. ماشي يا اسطى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الله يا استاذ. والله بالله مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابق يا استاذ سباق. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه، احنا عندنا بكره بطوله هيروح في ميعاده باذن الله، مالناش دخل كده. طب يا اسطى هشد انا. ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هشد انا؟ الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقى كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجاره، احترم القران يا اخي، ارمي السيجاره دي عيب. صح. عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام. بنته يا استاذ تمام، بنته. بس يا اسطى، وحد الله، قول يا رب كل لا الباقيه في حياتك. ابويا يا استاذ تمام، ابويا. كده يا سعيد، اصل طولك امال ما تفرجش الناس عليك. لا اله الا الله. بحمد الله يا اخويا، بحمد الله، وحدوا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامية انا حلمت اني لابس ابيض فابيض وماشي في خضره وسط. اسكتي ما تقوليش لحد، ده حاجه حلوه قوي. والنبي ده في منزلة عالية في الجنة ونعيمها يا حبيبي، في الجنة ونعيمها يا اخويا، في الجنة ونعيمها يا اخويا. ما تسيبنيش يا حبيبي، ما تسيبني